أهلا بيكم في الحلقة قبل الأخيرة من الكورس. أنت كده يا معلم عرفت إزاي إن أنت تشتغل وتكسب فلوس عن طريق التسويق الإلكتروني وعن طريق الثلاث طرق اللي متجربين وشغالين والناس بتعمل منهم فلوس كويسة جدا جدا جدا، وكمان واخدينهم كمصدر دخل أساسي ليهم. يعني الناس عايشة عن طريق مصادر الدخل اللي أنا شرحتها لك فوق دي، والناس بتعمل منها أرقام كويسة قوي وقادرة إن هي تعيش منها كويس قوي. أنت على الأقل بشغلك في مجال من دول تقدر تعمل لك 10,000 جنيه، ده على الأقل. 10,000 جنيه دول ما تصعبهمش على دماغك وما تحسش ان هم كتير. ال 10,000 جنيه دول لا يذكروا. يعني ايه 10,000 جنيه اصلا؟ 10,000 جنيه دول يعني اربع شغلانات عن طريق مواقع العمل الحر لو الشغلانه ب 50 دولار. ال 10,000 جنيه دول يعني 200 منتج بس تباعه لو انت بتكسب في المنتج 50 جنيه. ال 10,000 جنيه دول يعني ثلاث عملاء سواء مطاعم او كافيهات انت ماسك لهم الماركتنج بتاعهم، لو بتاخد من المطعم الواحد 3,500 جنيه. فهم بالنسبه لك ما تحسبهمش 10,000 جنيه لان هم مش كتير خالص. ال 10,000 جنيه دول يا اما ثلاث عملاء، يا اما 200 اوردر اتباعوا من منتجاتك، يا اما اربع شغلانات عن طريق العمل الحر. وانا بكلمك في المينيمم. انت اقل شغلانه هتاخدها في العمل الحر لو بتشتغل على المستقل او اب وورك 50 دولار. اقل منتج هتكسب فيه هتكسب 50 جنيه. اقل مطعم او كافيه هتاخد منه فلوس هتاخد منه 3,500 جنيه. فانا بكلمك في الاقل. فانت دلوقتي ال 10,000 جنيه بالنسبه لك ما بقوش 10,000 جنيه، بقوا ثلاث عملاء، 200 اوردر، اربع شغلانات عن طريق العمل الحر. انت اللي هتختار المجال اللي هتشتغل فيه وانت اللي هتقدر تعمل الفلوس دي. اهم حاجه في الدنيا انك تكون بتعرف تعمل تسويق الكتروني كويس وبتعرف تعمل تسويق إلكتروني صح. هو ده الفيصل اللي هيخليك يا تكمل وتكسب فلوس يا هتقف مكانك والناس هتبطل تشتغل معاك ومش هتتعامل معاك من الأساس. فأهم حاجة في الدنيا إنك تكون بتعرف تعمل ديجيتال ماركتينج أو بتعرف تعمل تسويق إلكتروني كويس. طيب لو أنت ما بتعرفش تعمل تسويق إلكتروني هنقف عند اللقطة دي. لو أنت عاوز تتعلم إزاي تعمل تسويق إلكتروني من الألف للياء تقدر تاخد دبلومة الماركتينج بتاعتي اللي موجودة هنا في منصة داجود أكاديمي. الدبلومة دي هتعلمك خطوة بخطوة ازاي تعمل ماركتينج بشكل كامل على جميع المنصات: فيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، سناب شات. كل حاجة هتتعلم ازاي تعمل عليها ماركتينج من الألف للياء، وكمان إعلانات جوجل. كل ده بخصم 75% علشان اوفر عليك وعلشان تبقى قادر على ثمن الدبلومه دي. ده غير كمان ان انت هيبقى معاك متابعه مستمره طول الوقت، يعني سواء وانت بتدرس او حتى بعد ما تشتغل بتبقى الاكاديميه بتتابع معاك. عندك اي اسئله، عندك اي استفسارات، عندك اي مشكله حابب تفهمها، هتكلمني او هتبعت للناس على الواتساب وهم هيوصلوك بيا علشان اشرح لك السؤال اللي عندك وابقى متابع معاك بشكل مستمر. ده غير طبعا ان احنا بنعمل محاضرات كل فتره علشان نجمع كده كل اللي احنا عرفناه والخبرات اللي عدت على الناس والمشاكل اللي عدت عليهم علشان برضو اجاوبهم عليهم. كل الكلام اللي انا بقول لك عليه ده، وكمان بضمن لك انك لو خدت الدبلومه دي وما اتعلمتش وقدرت تعمل فلوس فعلا انا برجع لك الفلوس اللي انت دفعتها في الدبلومه بشكل كامل. اظن مفيش بعد كده. الدبلومه دي سعرها برضو علشان الشباب وعلشان انت تقدر على ثمنها سعرها 2000 جنيه بس، وده بدل من 8300 جنيه. الدبلومه دي انت بتاخد فيها ست كورسات: كورس التسويق على فيسبوك، كورس التسويق على انستجرام، وكورس التسويق على تيك توك، كورس اعلانات سناب شات، وكورس اعلانات جوجل، وكورس اليوتيوب اس اي او. فانت بتتعلم كل حاجه حرفيا، بتطلع منها مش محتاج اي حاجه غير المتابعه اللي انا بقدمها لك بشكل مستمر. فلو محتاج تتعلم ديجيتال ماركتنج تقدر تاخد الدبلومه بتاعتنا دلوقتي. والاهم من ده كله والمفاجاه اللي انا جايبها لك انك بمجرد ما تاخد الدبلومه بتاعتنا وتشتريها انا هخليك تكسب فلوس من الدبلومه دي. فلو عاوز تعرف ازاي تشتري الدبلومه بتاعتنا وبعدها تكسب منها فلوس تابعني في الحلقه الجايه علشان هشرح لك ازاي تكسب فلوس من الدبلومه بتاعتي بمجرد ما تشتريها.